السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم بمشيئة الله عندنا مقطع جديد معاكم بنسولف فيه شوية، والشيء الثاني بمشيئة الله بنروح على حدود أمريكا نتمشى شوي ونغير جو. وقبل لا نبدأ بأي شيء، أول شيء أعزي نفسي وأعزي جميع العالم العربي والإسلامي بما يحصل في مدينة غزة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم، وأن الله يكون لهم عون ونصير يا رب يا كريم. والله ما حدث إنه يؤسفنا، وصراحة إنها تحز في خاطر كل إنسان مسلم عربي عنده نخوة وعنده شهامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم. طيب يا شباب، وقفنا موترنا، إن شاء الله رايحين نصلي الجمعة وبعدها نتوكل على الله. ربي يوسعني أشكر نعمتك وأفوز برضاك، وانوي الخير واعمل صالحا ترضاه مني. لحت الأربعين وقربت يا رب رحمك، عقب لذات الأيام اختار خرصي وظني. كني الليل والصمود قد عن وقت الأمساك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تحديث يا شباب، باقي لنا إن شاء الله نص ساعة ونوصل على الديرة اللي اسمها بالضبط كورنوال، اللي هي ما بينها وبين أمريكا إلا بريدج، تطلع وخلاص تصير في أمريكا بجنب نيويورك على طول. تصدقوني يا شباب إن هذه القرى تكون مليانة سيارات كلاسيك نظيفة مع شيبان كذا مجنن يحبون المواتر. وصراحة من اللي ما يحب المواتر، والله كل واحد في الدنيا عنده هوس سيارات. فكثير كنت يوم اجي اتمشى هنا الاقي سيارات، الاقي زد من قدام، الاقي جموس 454، الاقي سيارات كثيرة صراحة مخزنة كذا ومطربل عليها وخايف عليها ولا بعد ما كذا مركب لها زي السلك من الانجن الين الكهرباء. فكنت اسالهم اقول لهم ليه مركبين زي كذا؟ يقول لي عشان اذا جاء الثلج، وزي ما تعرفون كندا يعني توصل -20 -30، فيقول لي يكون الزيت نظيف ويعني يكون لزج باقي ما قد جمد. فهذه هي. ان شاء الله ان نلاقي لنا اي شيء نوقف نصور بجنبه ونوريكم. شيكوا على التراك يا شباب. طبعا أمريكا وكندا والمكسيك كلها نفس النظام. الخليج وأوروبا النظام الأوروبي اللي بدون كبوت. طيب يا شباب، وقفنا في تيم هورتنز، اشترينا لنا قهوة وشوفوا كيف شاي وزوجته رايقين الكنديين. الزبدة خلاص ما عاد في ستاربكس، قطعناه لين إشعار آخر، لأني بالعادة دائما أشرب من ستاربكس لحاجة في نفسي عقوب وانت تعرفونها. طيب يا شباب، خلونا نتكلم شوية عن مقطع التورس، وبعدها بنتكلم عن مقطع الديفندر. يا شباب ما شاء الله كثير منكم نصحوني أركب جنط 18 أو 17، والله يعطيكم العافية على النصيحة. بس أنا لو بركب جنط 17 و18 ليه من البداية أشتري ليميتد؟ عرفتوا علي؟ كان اشتريت ستاندر ولا نص فل وانتهى الموضوع وافتكيت. ولكن عن نفسي أنا أشوف الشكل الخارجي يهمني أفضل من الأداء. هذه هي. والشيء الثاني، في شخصين أو 3 كتبوا لي عن تحديد المسار، قالوا لي الزر موجود عندك ولكن لازم تشتري الزر الحقيقي يعني اللي يضغط، وكلامهم صحيح 100%. الله يعطيهم ألف عافية. فكيت اللي هو الزر هذا اللي هنا، اي فكيت يا شباب الزر هذا وطلع فعلا انه قاعد يضغط، يعني يقبل التاتش، يقبل اللمس.
فطلع الكلام صحيح، وزي ما علمتكم يعني ما شاء الله احنا نفيد ونستفيد. والله يعطيكم ألف عافية. بالنسبة لمقطع الديفندر اللي كثير سألوني قالوا لي كم سعر السيارة. أنا السيارة مشتريها ليز، مشتريها أقساط، وسنتين ويا أكشكش وأخذها أو إني أرجع لهم. يعني كأني مشتريها شلون أعلمكم، كأنها سيارة إيجار، أدفع كل شهر بشهره وأي وقت أرجعها. بس عندي ليمت معين في المايلج، إذا تعديته خلاص ما ترجع السيارة، فلازم أكون محافظ على ليمت معين في المايلج. أما بالنسبة لسعر السيارات في كندا يا شباب، ما أدري إذا أنتم تعرفون أو لا، كندا ثالث أرخص دولة في السيارات في العالم. كندا سياراتها أرخص من أمريكا، والسيارات نعم السيارات رخيصة، السيارات رخيصة جدا. يعني لو تشحن سيارة من كندا على الخليج بتلاقي لك فرق في السعر أقل شيء 20,000 أقل شيء. هذا بالنسبة للسيارات المتوسطة، يعني السيارات اللي نص الشعب يسوقوها. أما بالنسبة للسيارات الغالية زي المرسيدس والرانج والبي ام بتلاقي فرق سعر أقل شيء 50,000 100%. شوفوا كيف يا شباب، الار في هنا مرة مرغوب في كندا، يموتون عليه. معلومة على الطائر يا شباب، طبعا في زي الجيمس هذا في كندا ما نزل في الخليج 3.0 الديزل، وهذا نفس الكلام. هذا زي ما تشوفون الشاص حقه طويل، في الخليج عندنا كلها قصار. زي ما تشوفون الار في كيف كثير. هذا يا جماعة الخير وانا في الديرة مرة صغيرة، يعني ما رحت تورنتو، ما رحت الاماكن المتخصصة في الار في. الديرة مرة صغيرة، فزي ما تشوفون يحبون الار في هذا. ايش المواتر اللي تسحب هذه السيارات؟ عندك الدوج الرام يسحبها اللي هو الديزل، الماكينة V8 ديزل. عندك الجيمس يسحبها. في مواتر محددة، مو كل السيارات تسحبها أبدا، لأنها زي ما تشوفون ثقيلة. بس الجموس والفورد الF 450 يسحبها زي السلام عليكم، اللي هو يكون ديزل الهابي ديوتي. طبعا يا شباب الحمد لله وصلت الديرة اللي أنا بيها، وزي ما تشوفون هذا حرس الحدود. هناك ولاية نيويورك، واحنا هنا في مقاطعة أونتاريو. والبريدج اللي هناك هو اللي يوصل ما بين البلدين أمريكا وكندا. معلومة على الماشي يا شباب، طبعا زي ما تشوفون اللي على اليمين علم كندا، واللي على اليسار علم المقاطعة اللي هي مقاطعة أونتاريو. فلو تشوفون علم المقاطعة فيه من علم بريطانيا، أو بالأصح كان علم بريطانيا بس في زاوية، لأن كانت تتبع الحكم البريطاني. ما شاء الله. يلا بجيكم ذي الحين يا هلا بها، بطلع عليها واجيكم. طبعا يا شباب زي ما تشوفون احنا ان شاء الله مقبلين على فصل الشتاء، فأوراق الشجر كلها تتساقط. شوف كيف ما شاء الله جميلة بشكل سبحان الخالق. طيب زي ما تشوفون يا شباب وقفت صلي العصر هنا في معهد الرشيد الإسلامي. زي ما تشوفون ما شاء الله هذا مسجد في معهد يعلم اللغة العربية ويعلم القرآن، والله ينفع بهم إن شاء الله. طيب يا شباب زي ما تشوفون هذه اللوحة اللي تقول يسار يونايتد ستيت، ويمين ترجع على ديرتك. طيب يا شباب زي ما تشوفون يمين ترجع داخل السيتي، يسار خلاص تروح على يونايتد ستيت، وهناك الحدود زي ما تشوفون هناك. طيب يا شباب هذه نهاية الفلوج. أتمنى أن أعجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا معنا. لا تنسونا من الاشتراك واللايك وأدعم القناة يا شباب، تونا مبتدئين، وبمشيئة الله أوعدكم أن الأيام الجاية راح تكون أجمل وأفضل بإذن الله من ناحية الفلوجات. وبس والله نشوفكم على خير إن شاء الله في الفلوج الجاي.